خلونا نرسى على بر اليوم. اسمها محافظة السويدة ولا صارت دولة السويدة المستقلة؟ يعني الموضوع حسب الطحين. امبارح بدون طحين محافظة السويدة بلا خبز، اليوم فات الطحين دولة السويدة شبعانة كرامة. بس يا جماعة هيك ما بيمشي الحال، يعني يا أما محافظة سورية ومنعرف حالنا، يا أما دولة مستقلة وبتتحملوا مسؤوليتكم. حبيبي دوبا يعني رواتب وموظفين ومواد غذائية ومحروقات وخبز وطحين وألف قصة. دولة يعني أمن، بس مو نفس الأمن يلي مبارح سرق الخبزات على الحواجز. بعتين خبز نحن لهونيك قبل ما نناقش حق للأمن العام بمشي الخبز على السويدة، ما بياخد منهم شيء وأهلا وسهلا وبفوتوا. والحاجز تبع شهب أولاد جماعتنا يلي نحن عم نندبح بجرمالة لنأمن كل شيء للسويدة، يشلحهم 150 ربطة وياخد هوياتهم ويقيم ويحط. وغير الأمن بده يكون عندكم جيش وحرس حدود. قف قف ولا حركة، ها سأطلق النار. قوسوا سمعان قوسوا. لما عم تحكي ولا مش من حدا يا زلمة، تخويف. لا عيني، الجيش مهمته يخوف مو يموتهم من الضحك. يعني عيب الصبح تطالبوا بطحين وهو موجود بالأساس، بس هو عن زنيق الهجري، وبس الدولة تبعت طحين مرة تانية تقولوا من المغتربين. ويا ريت تخبرونا بكرة شو محافظة ولا دولة؟ نقدم على فيزا ولا نفوت على السويدة بالهوية السورية؟ وصار عندكم مطار ولا لسه الهبوط كراج قنوات الدولي؟ كتير عجقة القصة. خلونا نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبينكم. محافظة بتقبض من الشام ولا دولة بتعتمد على حالها؟ لأنه بصراحة ما عاد نفرق بين الطحين والسيادة.